السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتعرف ازاي نكون عائله الكلمه اللي مطلعه عين امهات كتير جدا مع انها سهله جدا جدا. اهلا بكم في قناه مس ارو. انا ارو محمد. مبدئيا انا مش هخش في اسم الفاعل ولا المصدر لان الحاجات دي لازم شرح لوحدها، واحنا دلوقتي محتاجين حل سريع وانقاذ ما يمكن انقاذه. هننقذه ازاي؟ عن طريق ان عائله الكلمه عارفين ان دي حروف معينه بنستخدمها. ايه هما الحروف؟ هما الالف والنون والياء والتاء، مجموعين في كلمة آنيت أو أنا بسميها تأني. تمام. كل اللي احنا هنعمله هنقول للطفل اعمل ايه؟ هنقول له خد الحروف دي وحطها في أول الكلمة. بمعنى رحل هتبقى أرحل، نرحل، ترحل، يرحل. لو الطفل عنده مفردات تانية عايز يحطها مفيش مشكلة، بس بشرط ان هي لازم تكون معاها الثلاث حروف دي موجودة فيها. بمعنى ما ينفعش يجيب لي كلمة زي حرسة مثلا ويقول لي دي من عائلة الكلمة، هقول له خطأ، هي صح فيها الحاء وفيها الراء بس ما فيهاش اللام. لو قال لي مثلا كلمة زي رحلة هقول له برافو عليك، فيها الثلاث حروف موجودين. في طريقة تانية الأمهات والمدرسات بيستخدموها، طريقة القصة. أنا أرحل، نحن نرحل، هي ترحل، هو يرحل، احنا رايحين فين؟ رايحين رحلة. ودي كانت عقيدة الكلمة بطريقة سهلة وبسيطة. اتمنى تكون فادتكم. واي حد عنده سؤال او استفسار يسيبهم في الكومنتات، ومتنسوش اللايك والشير والاشتراك. السلام عليكم.